سيبي كل اللي في إيدِك وتعالي لي، ريحة المناقيش وهي سخنة وطالعة من الفرن حكاية تانية خالص. لو زهقانة وعاوزة فطور يروّق دمِّك كده أو عشا خفيف وسريع، انسي أي طريقة تانية، لإننا النهارده هنعمل مع بعض ألَذ مناقيش بالزعتر والجبنة، هتجربوها في حياتكم. عجينة هشة زي القطن، زعتر وزيت زيتون على أصولهم، مع جبنة مطاطية تفتح النِفس من أول قطمة. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يلا جهزوا كوباية الشاي ويلا بينا نعمل مع بعض أحلى مناقيش بالجبنة والزعتر في البيت بخطوات سهلة جدا وسر العجينة الطرية. أول حاجة جبنا الحلة ونزلت كوباية لبن دافي، وهنزل دلوقتي بنص كوباية مية دافية، وهنزل دلوقتي بمعلقتين سكر حبيبات عادي ومعلقة خميرة كبيرة هننزل بيها، ومعانا نص كوباية زيت تكون نوعية كويسة يا جماعة، ونبتدي نقلب كويس جدًا بالطريقة دي لحد ما ندوب كل السكر، كل المكونات تختلط مع بعض. هننزل دلوقتي بعلبة زبادي صغيرة يا جماعة بالطريقة دي، وهننزل دلوقتي ب5 كوبايات أو نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات بس تكون نوعية كويسة. هننزل بيها كده بعد ما نخلناه، وهننزل دلوقتي بمعلقة كبيرة بيكنج باودر، وهننزل دلوقتي بنص معلقة صغيرة ملح، وهانزل دلوقتي بمعلقتين لبن بودرة. وهابتدي بقى دلوقتي أعجن بالراحة الأول على سرعة هادية، وبعد كده هاعلّي السرعة يا جماعة. في خطوة مهمة نسيت أقول لكم عليها، طبعًا الخميرة أنا متأكدة إن هي كويسة جدًا، أنتِ لازم تختبريها لو مش متأكدة إنها شغالة معاكِ. هنفضل نعجن كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده نشوف الجمال والعظمة دي مع بعض. اعمليها سهلة يا جماعة مش هتاخد منِّك وقت خالص، افطري بيها، اتعشي بيها، حاجة سهلة جدًا وقدّميها لولادِك، فعلًا طعمها في منتهى الروعة، وبتفرق جدًا بقى الزعتر بزيت الزيتون حاجة روعة. شايفين العجينة عاملة إزاي؟ لينة وزي الملبن إزاي؟ هنجيب بقى دلوقتي طبق التخمير، وهننزل فيه دلوقتي بمعلقتين زيت، ونبتدي دلوقتي إيه، نمسك كده العجينة تدوريها بالطريقة دي وتروحي قلباها، كده غلفتِ كل العجينة بالزيت. هتغطيها بقى كده وتسيبها في مكان دافي كده ساعة لحد ما يتضاعف حجمها وارجع لكم تاني. يلا بينا الأول كده عقبال العجينة ما تخمر نعمل أحلى حشوة بالزعتر خطيرة. دي أول حشوة هنعمل بيها المناقيش. معانا دلوقتي نص كوباية زعتر ونص كوباية زيت، هنحط كده على الزعتر نص كوباية الزيت ونبتدي نقلبها كويس جدًا. شايفين يا جماعة الزعتر بيشرب إزاي؟ حشوة خطيرة وفي منتهى الجمال. قلبيها كده كويس جدًا، ودي أول حشوة عملناها. شايفين شكلها عامل إزاي؟ هنركنها بقى على جنب. يلا بينا مع بعض نعمل الحشوة التانية. معانا دلوقتي جبنة فيتا هننزل بيها كده، ومعانا دلوقتي جبنة موزاريلا هننزل كده بجزء منها بالطريقة دي، نبتدي نخلطهم كده مع بعض. ميكس خطير يا جماعة في منتهى الجمال. تقدري تزودي عليه سمسم، حبة البركة زي ما أنتِ عاوزة. ودي العجينة بعد ما خمرت شايفين يا جماعة الهوا اللي فيها قد إيه؟ يلا بينا دلوقتي هنرفعها ونحطها على مفرش كده، ونبتدي دلوقتي مع بعض إيه نقسمها كده قطعتين بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهلة إزاي؟ بالسكينة بقى مقطعة كده زي ما أنتِ عاوزة. نبتدي بقى نمسك القطعة الأولانية نعملها طولية كده أهوّة رول بالطريقة دي، بس حاولي تخلّي الرول كلّه كل أجزائه قد بعض بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهلة إزاي؟ العجينة ليّنة معانا وخطيرة. تبدئي بقى تقطّعيها كده الكمية اللي أنتِ عايزاها، تعملي حجم الكورة كده من حوالي من 60 ل70 جرام. عندِك ميزان ماشي، ما عندكيش ميزان تعمليها حجم البرتقانية الصغيرة كده. ومعانا دلوقتي صينية كده دهناها بالزيت، ونبتدي كده نكوّر بالطريقة دي وقفّليها كويس، ونرُص جنبنا على طول في الصينية بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهلة إزاي؟ العجينة ليّنة وخطيرة. اعمليها كده يا جماعة طلّعي كمية كبيرة وهاتي حبايبِك بقى وجيرانِك، حاجة روعة وفي منتهى الجمال. طعمها خطير وفي منتهى الجمال. كده كوّري على طول كده وأنتِ قاعدة كده سهرانة، هتعملي كمية كبيرة مش هتاخد منِّك وقت، وهُم إيه نُص كيلو، وشوفي هنطلّع منه كمية قد إيه. كوّري كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة العجينة عاملة معايا إزاي؟ خلّصنا القطعة الأولانية كده كوّرناها، ويالّا كده مع بعض نكوّر القطعة التانية. تقدري تعمليها يا جماعة القطعة دي كلّها أو الرول ده كلّه تعمليه 5، 6 رغيفة بعيش كبير كده مش مشكلة برضه خطير. شايفين يا جماعة بعد ما كوّرناها عملنا كمية قد إيه؟ يالّا بينا دلوقتي معانا كيس تلاجة فتحناه ونبتدي نغطّيها وهنسيبها كده على جنب 5 دقايق. يالّا بينا دلوقتي هناخد أول واحدة ابتدينا نكوّرها ونبتدي واحدة، واحدة. شايفين يا جماعة أول ما ارتاحت معانا ابتدت تتفرد بمنتهى السهولة. حاولي كده وأنتِ بتفرديها تخلّي كده تعملي لها كده حرف من الجوانب كده بالطريقة دي، عشان الحشوة ما تنزلش منها. سهلة وخطيرة وجميلة جدًا يا جماعة. ناخد بقى معلقة كده من الزعتر كده جميل، حشوة الزعتر بالزيت،
شايفين يا جماعة واعملي لها كده العلامات كده أهوّة من الجوانب، هتضغطي ضغطة خفيفة كده هتدّيها منظر حلو، وشكل جمالي كده في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة طعمها في منتهى الروعة، حاجة في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة سهلة إزاي والّا طعمها هتشكريني عليها. يالّا بينا دلوقتي هنشيلها مع بعض كده وجنبينا صاج مدهون بالزيت، تقدري تحطّي ورقة زبدة براحتك وتقدري تدهنيه بالزيت بس ما فيش مشكلة. يالّا خدنا قطعة تانية ونبتدي كده نضغط عليها ونعمل لها الصورة أو الحرف اللي إحنا اتفقنا عليه بالطريقة دي. شايفين يا جماعة العجينة مرتاحة بتتفرد بمنتهى السهولة. آه، شايفين؟ اعمليها كده طعمها خرافة وقدّميها لأصحابِك، قدّميها لولادِك كده مع كوباية شاي بلبن الصبح، فعلًا طعمها يفرق معاكِ. واحدة، واحدة شايفين؟ أهو، حُطّي كده معلقة الزعتر كده بزيت الزيتون، خطيرة يا جماعة، افرديها بس ما تجيش على الجوانب، أهم حاجة. تعملي كده العلامات اللي إحنا عاملينها دي، تضغطي كده ضغطة خفيفة هيدّيكِ شكل جميل جدًا أهو، شايفين؟ سهلة إزاي؟ سهلة وخطيرة. يالّا بينا دلوقتي بعد ما عملناها الشكل الخطير ده نبتدي نرفعها، واحدة، واحدة كده وأنتِ بترفعيها عشان الحشوة كده إيه، ما تنزلش منِّك. يالّا بينا ناخد كورة كمان ونبتدي كده نشتغل فيها، بس حاولي تخلّيها من الجوانب طولية شوية عشان هنعملها زي القارب كده وإحنا بنحشيها بالجبنة. شايفين يا جماعة؟ اضغطي كده على خفيف، العجينة رقيقة بس أمّا تيجي تخبزيها في الفرن هتدّيكِ حجم كده وتدّيكِ نفخة في منتهى الجمال، هنتفرّج في الآخر كده على الجمال والعظمة ده. شايفين يا جماعة تمسكي قطعة من هنا وتمسكي كده قصادها تبدئي تعمليهم زي العوامة كده، حتى لو فتحت معاكِ ما فيش مشكلة. شايفين يا جماعة؟ أهي واحدة، واحدة كده ووزّعي كده الحشوة الخطيرة دي. شايفين شكلها عامل إزاي؟ جميلة دي بنحبها جدًا يا جماعة. ابدئي كده رُصي جنبِك في الصاج وناخد قطعة كمان ونبتدي برضه نشتغل فيها كده برضه بالجبنة. أهي سهلة إزاي يا جماعة وطعمها خرافة يا جماعة، جربوها مش هتندموا وقولوا لي إيه رأيكم فيها. أهي يالّا بينا كده معلقة كبيرة كده جبنة، أي نوع جبنة بقى بتحبيه، تقدري تعمليها حتى بجبنة قديمة، بجبنة أي نوع جبنة أنتِ عايزاه، اضغطي بقى كده من الجوانب ودي طعمها بيبقى جميل جدًا يا جماعة. أهو رُصي بقى جنبِك كده بالطريقة دي، يالّا بينا مع بعض هاخلّص الكمية وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعة عملنا كمية قد إيه من نُص كيلو، حاجة جميلة وخطيرة وفي منتهى الروعة. يالّا بينا دلوقتي بعد ما شكلناها بالطريقة دي وسِبناها ارتاحت 5 دقايق، معانا دلوقتي بيضاية وعليها معلقة لبن وعليها ربع معلقة خل كده عشان الزفارة، ونبتدي كده ندهن الجوانب اللي إحنا سايبينها كده بالطريقة دي، هيدّينا لون خطير وطعمه في منتهى الجمال. ادهني كده كُلّه كدهوّة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها كده الزعتر جميل إزاي وطعمه في منتهى الروعة. هنسيبها ترتاح 10 دقايق عقبال ما الفرن يسخن معانا، هنشغّله على درجة حرارة 200 وهنحط على الرف اللي قبل الأخير تحت، وأول ما ياخد لون من تحت هتشغّلي الشواية عليه هيدّيكِ لون خطير وفي منتهى الجمال. ودي المناقيش بعد ما طلعناها من الفرن وغطيناها 5 دقايق كده عقبال ما بردت معانا خالص، شايفين الجمال والعظمة دي، شكلها وطعمها وريحتها في منتهى الجمال يا جماعة، جربوها وقولوا لي إيه رأيكم فيها. شايفين يا جماعة هشة إزاي وقطنية جدًا وحاجة في منتهى الجمال، شايفين يا جماعة عاملة إزاي؟ والله طعمها وريحتها في منتهى الروعة، وهشة إزاي، شايفين الزعتر الجميل دوّة؟ يالّا جربوها وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات. وبكده نكون خلّصنا وصفتنا النهارده، بس لسه أسرار المطبخ ما بتخلصش. لو عجبكم فيديو النهارده وطلعت معاكم أحلى مناقيش بالزعتر والجبنة، ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم وتعملوا شير كتير عشان بيفرق معايا جدًا وبيخلّيني أقدر أقدم لكم كل وصفات تانية كتير وكل أسرار وتكات الوصفات الجديدة أول بأول. وتكتبوا لي في الكومنتات عايزين الوصفة الجاية تكون إيه. جربوا الطريقة دي وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات وبالهنا والشفا، أشوف وشكم على خير، سلام عليكم.